وقف ربنا يسوع المسيح ويقول: إن عطش أحد فليقبل إلي، من آمن بي تجري من بطن أنهار ماء حي. قال هذا عن الروح القدس، لكن ربنا يبتدي الكلام ويقول: إن عطش أحد. عشان كده أنا بسأل ليه أنا مش عارف أرتوي من مياه الروح القدس، لأني مش عطشان ليها. لكن المسيح يقول: إن عطش أحد. النفوس العطشانة للمسيح. شوف إيه عمل الروح القدس في حياتنا. الروح القدس يبكت على خطية. طب أنا ليه مش عارف أتوب توبة حقيقية كده من داخل القلب؟ ما أنا ما بطلبش من ربنا، أطلب منه وأقول له أنا عطشان لمياه التوبة، مياه الروح القدس. ثمار الروح: محبة، فرح، سلام. محبة في شخص المسيح، فرح، سلام داخلي، صلاح، إيمان، لطف، وداعة، تعفف. ثمار الروح القدس. وأنا ما خدتش منها يا ربي ما يكفيني في غربة هذا العالم، لأن أنا ما طلبتش بالصلاة. إن عطش أحد فليقبل إلي. الروح القدس أخذ مرة واحدة في المعمودية، مش هناخد تاني. لكن إحنا النهاردة نستطيع أن نمتلئ من الروح القدس لما نطلب في الصلاة ونطلب بإلحاح ونطلب أن ربنا يملأ حياتنا من ثمار الروح القدس. اطلبوا تجدوا، اسألوا تعطوا، اقرعوا يفتح لكم. لأجل هذا أحبائي في هذه الليلة العظيمة نذكر البركات والمواهب والنعم والعطايا اللي أفاضها ربنا يسوع المسيح على الكنيسة الأولى في يوم حلول الروح القدس، ونرفع قلبنا لربنا إن هو يملأ حياتنا من الروح القدس، ويملأ كل خادم في الكنيسة من الروح القدس، ويملأ بيوتنا من عطايا الروح القدس، ويملأ بناتنا وأولادنا وشباننا من مواهب الروح القدس، ويلهب قلبنا بهذا الروح الناري اللي اشتعل في قلب الكنيسة في يوم 50 فكرزت في المسكونة كلها باسم المسيح. لإلهنا المجد الدائم.